يعني كل واحد حاطط علم مصر جماعه ايجيبت، يقول لك ربنا خد لك بحقك يا منسي، لكس امك لكس ام المنسي لكس ام السيسي لكس ام الجيش. هو المنسي ماله هناك؟ اولا المنسي مات، ان مات على ما عاش عليه فمات كافرا. ان مات على ما عاش عليه، عاشوا على قتل المصريين في سيناء وتهجيرهم وهدم بيوتهم ومساجدهم وحصار غزة وأهلها واستعباد المصريين، مات كافرا محاربا لله ورسوله. كومبينا. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك محمد كومبينا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. في تردد صوت يا عم بدر منورين جماعه. نعم، الصوت شويه مش كويس يا استاذ، انت بتستخدم سماعه او كده، حاول تستعمل. لا، في تردد صوت في اللايف. كده تمام، كده تمام كده. اتفضل. معلش خلينا موضوع التردد ده احنا ماشي. لان في عندنا 4 ميكسر، فانا ما ظبطتش الصوت، ما سامحونا معلش. اول شيء كده يعني رحم الله شهيدنا البطل شيخنا الفاضل، وهو يستحق الشهاده والله العظيم، واتمنى من الجميع بس لحظه كده حضرتك نقرا الفاتحه على روحه الكريمه. انا كنت عاوز اتكلم في كام نقطه عن بهجت مهمين جدا، ونبداها ما علاقه موت المنسي بحماس وبالمقاومه، مع ان المقاومه اشرف من الجيش المصري بكتير، يعني لسه ما وصلوش حتى ربع في المية، لان رجال السيسي هاجمين هجمه بطريقه جدا مخجله بالنسبه لاسمائهم وبالنسبه لعالم مصر اللي جنب اسمائهم، وده يعني علم مصر بقى دلوقتي شيء يخوف. يعني كل واحد حاطط علم مصر جماعه ايجيبت، يقول لك ربنا خد لك بحقك يا منسي، لكس امك لكس ام المنسي لكس ام السيسي لكس ام الجيش. هو المنسي ماله هناك؟ اولا المنسي مات، ان مات على ما عاش عليه فمات كافرا. ان مات على ما عاش عليه، عاشوا على قتل المصريين في سيناء وتهجيرهم وهدم بيوتهم ومساجدهم وحصار غزة وأهلها واستعباد المصريين، مات كافرا محاربا لله ورسوله. لو مات على ما ظهر عليه فهو كافر، هو كافر. فهو أنا عاوز أسأل سؤال، ما علاقة حماس بمقتل المنسي؟ ما هو دول ولاد دين الكلب الكفر الجدد. ما هم مش بقول لك ايه يا عم باجت، معلش هقطعك في النقطه دي، مش بقول لك ايه، بقول لك 4000 مقاتل دخلوا لمصر ايام الاخوان وقتلوا من الجيش. طب يا ولاد الشرنوطه، ما حصلش. المخابرات اللي كان قايلها السيسي كان ماسك المخابرات العسكريه في سيناء، انت كنت فين يا معرس؟ يا حبيبي حتى القصه اللي قالوها في بتاع لسان حسني مبارك، قال لك 80 مقاتل. حسني مبارك اللي قال 80 مقاتل، بس ولاد المتناكه لما فضحناهم وقلنا حتى لما جيتوا تالفوا قصه ان في 80 حمساوي دخلوا هد السجون يا ولاد المتناكه، قال لك 80 برضك، نرفعهم ل 4000. حبيبي يا غزه، يعني يا باشا هيطلعوا من يا عم باجي، هيطلعوا من شمال سيناء، من الشمال لحد برج العرب، وده كله فين الجيش والمخابرات والشرطه والدنيا واحلى مخابرات واحلى جيش والطيارات والدنيا. ده نقطة يا عم بعتك عشان ما اطولش عليكم، معلش عشان الدم محروم الصبح من اللي انا بشوفه. لجان سعودية لا يمثلوا الاسلام بشيء. اي حد، وبقولها وبصوت عالي وانا مع الناس عارفين اسمي، اي حد بيقول لك المقاومة هتطف في وشه على طول بلغم في وش امك. لما تشوف واحد داخل فرحان في موت واستشهاد اي شخص من المقاومة، وبالاخص الشيخ البطل اسماعيل هنيه، اقطع علاقتك معاه، خاف منه، ما تتعاملش معاه، من اوسخ الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك. باختصار، المقاومه هي شرفها، بيدافع عن امي واختي واخويا وبيدافعوا عن قلبي، لو مش هم يا حبيبي مش اي حد يا حبيبي ضد ماشي. في صوت بيرجع، بس لو خلصت كلام تقفل المايك بس عشان شويه يا استاذ. الصوت عندك سيء.
اي حد يا ممكن حبيبي. اغير التليفون معلش، انزل بالدقيقه وارجع وأقفل على ماشي طول. ماشي يا كده مان. كده عشان اللي بعدك. اي حد يا شباب. بس شدني شدني على طول يا زين بالله عليك. يا شباب الزنه اللي موجوده دي معلش عشان في تكييف وفي مروحه شغالين، سامحوني معلش. انا لسه ما ظبطتش، هنظبط بقى، سامحوني. يا شباب احنا برضه وانا ما اعرفش نشكر الزنه عن جايه بهجت. منين في السيستم، لاني ما هديتش السيستم من اخر مره، طلعت زي ما هي احنا لاني نشكر عن بهجت انه طلع في الظروف دي بناء على الظروف اللي حصلت يعني، فنشكره على بما وجد. انا قعدت الإمكانيات اتخانق بصراحة. مع السيستم عشان اطلع، لاني انا تمام. شغال، انا فكيت السيستم حتت، تمام. فسامحونا. تمام.